نعيش على آخر دقائق شوط المباراة الأول. علي الزقعان الشوط الثاني اللي نلعب على دقائق الأخيرة. علي الزقعان ورقة بديلة ولاعب مهاجم شاب. ركلة الزاوية، ملعب داخل منطقة جزاء بالراس، تحولت إلى وين؟ إلى ركلة، لا ما زالت داخل أرضية الملعب. كرة منقولة للأمام ومحاولة اتحادية، ويصر الاتحاد على أن الدقائق الأخيرة هي لعبته في هذه المباراة. لم تنجح في الشوط الأول لكنه يحاول في شوط المباراة الثاني. فهد المولد بتمريره لكنها خاطئة، عدت إلى خارج الملعب. علي الزقعان اللاعب الشاب بديل ليوسف السالم، المصاب يوسف السالم مع يعني اصابته ما هي مقلقه ابدا يوسف السالم، لكنه يغادر ارضيه الملعب للاعب الشاب اللي قدم من نادي الروضه في الاحساء. هذا علي الزقعان اخر اوراق سكورزا في مباراه اليوم. خلاص يبدأ على أوراق الأخيرة، يمكن أن يأتي باللاعب البديل أن يغير مجريات المباراة. أتكلم عن علي الزقعان اللاعب البديل. هذه كرة منقولة لكنها عدت إلى خارج الملعب وإلى رمية تماس مرة ثانية. أحمد مبارك المنتشر يحاول نقلة على الطرف الأيسر. مشعل السعيد في اللحظات الأخيرة في الدقائق الأخيرة، لكن تخلصت من المتراجع صالح بشير. خلاص الوقت الأخير حتى على عامل التركيز، عامل مهم جدا، لأن ما إذا ما فزت في هذه المباراة ألا تخسر النقاط. وعلى دقائق فهد المرداسي 3 دقائق وقت بدل ضايع. هذه كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، تحولت لكنها مرت وراية وتسلل على محمد نور. راية وتسلل. خلاص وصلنا إلى 90 مشاهدينا الكرام، ونبقى على 3 دقائق. انتظرنا لحظات في هذه المباراة لأن نشاهد الأرقام القياسية. ما شاهدنا الرقم 300 ولا 99 في هذه المباراة بعد 200، ولكننا شاهدنا أخطاء كثيرة بالجملة في هذه المباراة. على الفريقين، على المدربين في الأيام القادمة إذا أرادوا أن يحصلوا على المراكز المقدمة أن يكون العمل أكبر بكثير من هذا العمل اللي نشاهده على أرضية الملعب. يحيى الشهري داخل منطقة الجزاء، يسيطر يحيى، يرد كرة لكادش. أحمد مبارك يلعب كرة، الزقعان بلمسة وخطأ محتسب. خطأ محتسب. خلاص هذه ما تبقى من ذلك الأرقام اللي موجودة في المباراة، وبالتالي أعتقد يبقى الأرقام اللي موجودة في هذه المباراة ما ذكرناه من إحصائيات كاملة. بالحق الأدبي يجب أن يعود أحقيته إلى الإعلامي الأستاذ سلمان العنقري الذي تخصه هذه الأرقام الخاصة في هذه المباراة، الإحصائي الكبير الذي يقدم أطلالته الكبيرة في كل المباريات. وبالتالي فهد المرداسي على كل أرقامه وعقارب ساعته التي الآن يشير إليها على ما تبقى من زمن هذه المباراة. هل سيقتنع الفريقين أبدا بالنقاط؟ يبقى الاتفاق على نقطته بال25 والاتحاد ب21 نقطة، وبالتالي يكون بعيد عن الشباب وعن النصر اللي الآن في صراع المركز الثالث والرابع. ولا زال للحديث بقية، لأن الأرقام الكبيرة بقيت للنموذجي وبقيت للزعيم على ما بعد 30 بال35 و36 نقطة. ولا زال للدوري كلمات أخرى لم تحدث حتى الآن مشاهدينا الكرام. مفاجآت الدوري حتى الآن لم تتحرك، لم تأتينا بنتائج مثلا مخيبة كبيرة للفرق الكبيرة في دوري زين السعودي. نذكر قبل الختام أن مباريات هذا الأسبوع النصر تغلب على الرائد بالهدفين، هجر فاز على نجران 1-0، الأهلي والتعاون 1-1، الفيصلي على الشباب 3-2، الشعلة 1-0. وآخر الكرات كاد أن يكون الطريدي أن يسجل هدف قاتل في اللحظات الأخيرة، لكن الطريدي يبدو أنه تسرع في الكرة الماضية، لعبها بشكل قوي وبالتالي عدت كرته. كاد أن يكون هدف اتحادي أمام أنظار الجماهير في هذه المباراة.
ضاعت الكرة الأثمن. وهذا السيناريو أذكركم حدث في الشوط الأول، كرة محمد نور في الشوط الأول وكرة الطريدي في الوقت الأخير. يبدو أن السيناريو مكتوب بحروف خاطئة تماما. عدت الكرة إلى خارج الملعب. الاتفاق يبدأ يحاول في اللحظات الأخيرة، لكن يبدو أن احنا عدينا على عقارب الساعة. إلا الآن ننتظر صفرة الحكم فهد المرداسي. يلعب كرة محمد نور، يسيطر، يلعب كرة إلى أبو سبعان. إمبامي يحاول، إمبامي موديست، إمبامي لعب كرة لطريدي اللي ضيع كرة من قدام المرمى في محاولة. هزازي لعب كرة بالراس، الله الله، راس نور، لكن يد فايز السبيعي. إذا كان لفايز السبيعي كلمات فعاد ورد على كل ما قلت في بداية المباراة. فايز السبيعي عملة الحارس الكبير، وأمام من؟ أنظار فرانك ريكارد الذي يتابع. سيداتي أنساتي سادتي، متعة لم تكتمل لأن غابت عنها المتعة الحقيقية في كرة القدم وهو متابعة الأهداف. مشاهدينا الكرام، لم يبقى لي في كابينة التعليق أي كلمات. نقطة ذهبت للاتحاد، نقطة للاتفاق. أعتقد أنها غير كافية على الإطلاق للفريقين في مواصلة المشوار والتقدم نحو القمة. سيداتي أنساتي سادتي، على لقطات يعرضها مخرج المباراة في اللقطات الأخيرة في الكرات الأخيرة. أستودعكم الله هنا من كابينة التعليق. أنا محدثكم جعفر صليح. فاصل مشاهدينا الكرام، بعد ذلك نعود إلى الزملاء في ملعب المباراة. مراسلين الأعزاء، دمتم بألف خير، إلى اللقاء. برعاية يولو نيو تشالنج. تشالنج. هذه المباراة برعاية تويوتا 4x4، تضرب بها الأمثال. هذه المباراة برعاية الخطوط السعودية. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من هنا من ارضيه ملعب الاستاذ الامير سعود بن جلوي بالراكب، وبصافره الحكم فهد المرداسي. انتهى اللقاء الذي جمع فريق الاتفاق بضيف فريق الاتحاد ضمن الجوله ال15 من دوري زين. انتهى اللقاء بالنتيجه السلبيه للفريقين، مستوى لم يكن بالصوره الماموله والمطلوبه من اللاعبين بارضيه الملعب. كنا نتوقع الكثير من اللاعبين ان يظهروا بمستوى افضل من كذا، سواء فريق الاتفاقيه او الاتحاد ان يظهروا بصوره مغايره، رغبه من الكثير. توقعت من الجماهير الكثير متواجده هنا بارضيه ملعب خروج بنقاط المباراه لفريق الاتفاقي والاتحاد. ويسرنا نلتقي سريعا بالكابتن محمد نور. ابو نوران، يعطيك العافيه. نقول لكم هارد لك اليوم عن مباراه اليوم. تعادل هل كان يكفي انكم تخرجون بنقاط هذه المباراه؟ والله شوف، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. يعني زي ما انت شايف لعبنا وجاتنا فرص ضيعنا، ويعني والله لنا كم مباراه قاعدين نأدي ولكن ما احنا قاعدين نكسب. لكن ان شاء الله يعني الحمد لله كان في روح داخل الملعب. يعني مباراه الهلال وهذه المباراه يعني صراحه حرام نخسر فيها، لكن ان شاء الله يعني قاعدين نحن نعد نفسنا وقاعدين نحاول نرجع الاتحاد لمكانه الطبيعي، والحمد لله على كل حال. بنوران، مباراتكم السابقه امام الهلال ظهرتوا بصوره رغم الهزيمه، الا ان الكثير محبين فريق الاتحادي اشاد بالمستوى اللي اديته، لكن اليوم ظهرتوا بصوره مغايره تماما عن المستوى في مباراتكم الماضيه. والله بالعكس، يعني زي ما انت شايف، شوف الفرص اللي قاعدين نضيع وشوف الضغط ومستحوذين على معظم فترات المباراه. يعني قاعدين نلعب كوره سهله وقاعدين وزي ما انت شايف قاعدين نضيع. يعني الحظ مو ماشي معنا، لكن ان شاء الله المباراه الجايه بنكون افضل. يعني مباراه الهلال نحن خسرنا ولعبنا كويس، بس برضه خسرنا يعني في المباراه. يعني اللعب الكويس ما بيفيد، يعني بالذات انك بتلعب دوري نقاط. يعني انت ما بتلعب دوري مربع انك يعني تلحق تعوض
وتتأهل تلعب مربع وتفوز وتلعب نهائي، لا ما في، هذه نقاط يعني المستوى لوحده ما يكفي، لازم انك تسجل ولازم انك يعني تجمع نقاط عشان انك تقدر تنافس البطولة. هل ترى انك بصراحه ابو نوران المستوى هذا هل كان يعتبر من أسوأ المواسم بالنسبه لمحمد نور، لم يظهر بالصوره المطلوبه طوال الموسم؟ والله الحمد لله يعني الفترة هذه انا الشيء اللي قاعد اقدمه انا راضي كل الرضا بالشيء اللي قاعد اقدمه، وعموما يعني الفريق عامة يعني قاعد يجتهد وقاعدين يعني نرجع الشيء اللي فقدناه، وان شاء الله قدامنا مباريات قادمة ان شاء الله حيكون مستوى الاتحاد افضل. يعني طبيعي انك انت بتقول الكلام ده عشان اني انا ما بكسب، لو انا كنت بكسب حتقول غير الكلام هذا. والحمد لله. سؤالي الاخير محمد، ما يكتب في الصحافة في الايام الماضية عن فريق الاتحاد ومشاكل بين ابو سبعان محمد نور، عدم مباصات الكرة بين المدرب، هل يضايقوا الكلام؟ هذا الكلام نحن ما لنا ومال، ونحن دائما نحن لنا بمجموعة نحن كعائلة واحدة داخل الفريق، يعني دائما كلامنا ما يطلع برا، ولا اظن انه يعني انه انا ولا بسبعان ولا اي واحد من اللعيبه بيلتفت للكلام هذا، يعني بيقال كلام اكبر من كذا وكلام اكثر من كذا، لو كنا بنسمع الكلام لو بنتاثر بالكلام هذا ما شفتنا جينا وقاعدين نادي داخل الملعب. حياك الله. مشاهدينا الكرام، كان هذا حديث الكابتن محمد نور كابتن فريق الاتحاد. انتقل سريعا لزميلي بدر العثمان وظيفي. بدر تفضل. فيصل، نتواصل بلقاءات الكابتن نايف هزازي. رحب فيك كابتن. اليوم لعلنا نقول ان الشبكه عاندت نايف هزازي، المرمى ايضا عاند نايف هزازي، مباراه جديده، نزف للنقاط رغم المستوى الجيد الاتحادي. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الحمد لله على كل حال، هذه كره القدم. انا بالعكس بعض الاحيان ممكن تقدم وما تفوز، ممكن بعض الاحيان تخسر وانت في اسوء حالاتك، لكن الحمد لله على كل حال. مهما كان نحن الان ندور المصلحه اللي هي المصلحه للفريق، المصلحه العامه، ما ندور الان بس نبغى نفوز، ندور كيف نرد ان شاء الله باذن الله، نرد الثقه في لاعبين الاتحاد، نرد ان شاء الله هيبه نادي الاتحاد اللي الان نحن افتقدنا الثقه هذه. نتمنى ان شاء الله من الله يوفقنا في المرحله القادمه مهما كان، والله بغض النظر عن امور الفوز. الان نحن اي نعم نحتاج الفوز، الجمهور يعني يحتاج الفوز، يعني طعم الفوز هذا محتاجينه، لكن المرحله الحاليه انتظروا المستوى اللي يرد نادي الاتحاد بقوه. حضر المستوى نايف بكل تاكيد، وشفنا الاتحاد فعلا تغير مستوى، لكن نتحدث ايضا في الامور الفنيه، في الامور الاتحاديه. عندما تحضر الكرات العرضيه تحضر خطوره نايف، عندما تاتي ايضا التمريرات العرضيه يعني الجانبيه ايضا يحضر نايف. اليوم شاهدناها في بعض اللمحات، في بعض اللمحات الاخرى غابت عن طريق يعني انس شربيني، ما شفنا اليوم في مستوى، ما شفنا الكرات العرضيه الجيده. ايضا الطريدي لم نشاهد ايضا انطلاقاته عرضياته الجيده. تعانون في خط الهجوم الاتحادي من نقص مثل هذه الكرات؟ والله الحمد لله على كل حال. شوف مهما كان، انا بقول لك انا ما اقدر الوم لاعب ولا لاعبين، يعني زي المباراه اللي فاتت برضه قدام الهلال الكوره حق عرضيه انس، الان عرضيه طريدي، بس يعني يمكن سوء التركيز، قله التركيز بعض الاحيان الواحد يفتقدها، لكن مهما كان نحن نتمنى دائما من الجميع انه في النهايه انه نسجل، ندور مصلحه النادي. يعني الان اخر كوره هذه كان ممكن نحسمها، لكن الحمد لله على كل حال. انا ما بتدخل في هذه الامور مهما كان. انا مني للجمهور، اتمنى يعني من الجمهور، يمكن الجمهور انا قصرت معاهم كثير بس في الاهداف. يعني انا بشوف انه قد ما الواحد يبي يقدم، ممكن الله اليوم ما يعطيك بكره ان شاء الله، ما اعطاك بكره يعطيك بعد بكره، اليوم يعني ايام جايه، لكن اللي اتمناه من الجمهور، من الناس الكبار، الناس اللي تحب نادي الاتحاد، تحضر نادي الاتحاد، لا تتركوا الاتحاد ينزف. انا مني رساله للجمهور ان شاء الله يتقبلوها. اتمنى يعني اذا بتشنوا الحمله، شنوا حمله على الكبار اللي يدعموا نادي الاتحاد، يعني مو عليهم ولا ضدهم، بالعكس حمله يعني طالبوا فيهم، طالبوا في الناس هذه، يعني عشان المصلحه العامه. الفتره الشتويه الان قادمه، نحن في امس الحاجه لهذول الناس، فنتمنى من الجمهور ان شاء الله عشان هيبه الاتحاد وعشان نادي الاتحاد وعشان اسم نادي الاتحاد. يعني انت كذا نايف انك تتكلم عن الفتره الشتويه، الفتره الشتويه انت باقي في الاتحاد؟ لا انا ما بتكلم في هذا الموضوع ابدا، لا ما بدخل في هذا الموضوع، بس اللي اتمناه من الجميع عشان نرجع يد واحده ان شاء الله من الفترة الشتوية، نبدأ صفحة جديدة إن شاء الله. من الآن يعني بتقدم مستوى جدا ممتاز، عندك ولي العهد الآن لازم تقدم فيه كل ما لديك إن شاء الله. بس اللي بقوله طالبوا بالناس اللي يعني الكل عارف، يعني الناس اللي بتدعم نادي الاتحاد، نتمنى مطالبتهم في الفترة الجاية بغض النظر عن أمور انتقاد في لاعب، انتقاد في إدارة، انتقاد الأمور هذه كلها. فالحل الأخير هذول الناس إن شاء الله، يعني بعد فضل من الله عز وجل. أشكرك حضورك الجميل دائما نايف. شكرا. كان هذا حديث نايف. في الجانب الاتفاقي يحيى الشهري